صوت إريتريا الديمقراطية، صوت ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون في إريتريا، يبث باللغتين العربية والتجرينية. متابعينا الأفاضل، نجدد التحية والترحاب بكم. فقرات برامجنا لهذا اليوم تتضمن نشرة الأخبار والتعليق السياسي. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع صوت إريتريا الديمقراطية. نجدد التحية والترحاب بكم متابعين الأفاضل، وننقلكم إلى نشرة الأخبار. إليكم عناوينها. اعتراف إثيوبي بمشاركة إريتريا في حرب تيغراي. حالات اغتصاب وسط اللاجئات الإريتريات في تيغراي. اتهام سوداني لنظام أسمر بالمشاركة في حرب الفشقة. السلطات السودانية تعلق مؤقتا دخول وترحيل اللاجئين الإثيوبيين. من عناوين الأخبار إلى تفاصيلها عبر صوت إريتريا الديمقراطية. اعترف الجنرال بلايسيوم قائد القطاع الشمالي في الجيش الإثيوبي في حديثه مع سكان مقله في نهاية ديسمبر الماضي في فيديو نشر مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته وكالة فرانس بريس، بأن قوة أجنبية غير مرغوب فيها دخلت أراضينا، مضيفا أن المهمة الرئيسية للجيش الإثيوبي هي حماية سلامة أراضي إثيوبيا، ولا يسمح لي ضميري بطلب المساعدة من الجيش الإريتري حيث يمكننا حل مشكلتنا بأنفسنا. أتقبل إلوان براسو قبع يقلس موني على بيت مسلم إرترا سرايت نانا نيان ردان هلينا ما يفقد ችግራችን ውስጣችን ነው። በራሳችን መፍታት እንችላለን። ይህን የምንፈታበት ያቅም ችግርም የለብንም። وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة القوات الإريترية تمت بموافقة الحكومة الفيدرالية، وإن كان من جديد في تصريح هذا الجنرال فهو إثبات ما ظلت فيه بصورة متكررة حكومة أبي أحمد ويتكتم عليه النظام الإريتري. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الإثيوبية إلقاء القبض على قيادات عسكرية ومدنية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، على رأسهم سبحة نجا المؤسس والأب الروحي لجبهة تيغراي وعدد من أفراد أسرته. كشف مصدر خاص لصوت إريتريا الديمقراطية من معسكرات اللاجئين الإريتريين في إقليم تيغراي بأن جنود الحكومة الفيدرالية يغتصبون النساء تحت تهديد السلاح، وقد تزايدت هذه الاعتداءات في ظل غياب أي جهة يمكنها وقف هذه الجرائم، بالرغم من الشكاوى التي تقدم بها سكان المعسكر سرا لموظفي الأمم المتحدة الذين يزورونه أحيانا. وأضاف المصدر بأن سرقة الممتلكات والاغتصاب من قبل جنود الحكومة المركزية لإثيوبيا، بالإضافة إلى اعتداءات أنصار الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تصل حد القتل على الهوية، تهدد سلامة اللاجئين في إقليم تيغراي. وإزاء هذه المخاطر التي يتعرض لها الإريتريون، ناشد المصدر الحكومة الإثيوبية والجهات الدولية ذات الصلة إلى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه التجاوزات ضد اللاجئين الإريتريين لضمان سلامتهم.
وفي سياق متصل أعرب عسكريون وأفراد شرطة في تيغراي عن مخاوفهم من انعدام الأمن، وقال أحدهم إن نساء اغتصبن في مدينة مقلة بعد سقوطها بأيدي القوات الاتحادية. ذكرت قناة العربية أسباب زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان حميدتي إلى إريتريا الجمعة الماضي، وقالت أنها تتعلق باحتجاج السودان على مشاركة قوات إريترية في الهجوم الإثيوبي على أراضيه. وقالت العربية أن السودان يمتلك أدلة على مشاركة قوات إريترية في الهجوم الإثيوبي على أراضيه بالفشقة شرقي السودان، كما أن أسمر تطالب بدورها بتسليم معارضين إريتريين دخلوا السودان كلاجئين. وتوجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حميدتي صباح الجمعة الماضي إلى أسمر في زيارة استغرقت يوما واحدا رافقه فيها كل من وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة. على صعيد آخر، أجرى السودان مباحثات مع إثيوبيا حول ترتيبات انعقاد جولة ثانية لترسيم الحدود بين البلدين، فيما أكدت الخرطوم التزامها بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء. أوقفت السلطات السودانية مؤقتا عمليات ترحيل ودخول اللاجئين الإثيوبيين لمعسكرات الاستقبال في كل من حمدايت بكسلة والهشابة بالقضارف. وحسب ما أدلى به مدير طوارئ إسكان اللاجئين الفاتح مقدم لجريدة الانتباه السودانية بأن توقف عمليات ترحيل اللاجئين الإثيوبيين إلى معسكرات الطنيطبة سيكون لمدة يومين بغرض إجراء المزيد من الترتيبات الأمنية والفنية لاستقبال أكثر من 30,000 لاجئ في ظل ارتفاع التدفقات بعد أن تم إغلاق معسكر راكوب الذي يسع نحو 25,000 لاجئ. من صوت إريتريا الديمقراطية قدمت لكم نشرة الأخبار. عبدونا يبيني إذا ما يسألوا بتينو ملي إذا ما يسألوا بتينو ملي أسمرا يسمرا أسمرا يسمرا بالله يا خبكرا زيت فتو بخرا أسمرا يعدي نهز باعن بابا أسمرا يعدي نهز باعن بابا ويليك تمخي ويليك ودنخي أي وقت مخي أي ودنخي أسمرا تبقتي نهز بامبرتي أسمرا تبقتي نهز بامبرتي أبدوني راتني أبدون عيبيني كمني راتني كمن عيبيني إدو ما يسألوا وسيدو ملي إدو ما يسألوا
وسيدو مذي أسمرا وللا ناوين زللا كل انت أكيبن كنداقيني أحلا أسمرا يسمرا بعليكم وتلا إريترا عدي بعليكم وتلا معرز فسكي صباز فسكي دقيق خيس أقبو وانا زلسك بكي حدقي حدقي مني يوم دك أخي حدقي حدقي بلا تدك أخي أهلا بكم مجددا متابعينا الأفاضل. إليكم تعليقنا السياسي لهذا اليوم تحت عنوان: أسمر من قبلة للسياح إلى مدينة أشباح. في عام 1897 للميلاد وضع الإيطاليون اللبنة الأساسية للعاصمة أسمرة، فاعتنوا بها عناية فائقة في تخطيط المباني والشوارع والنظافة والصرف الصحي الذي لا نظير له في دول المنطقة. والطابع الإيطالي الذي يطبع المدينة بأسرها لا يزال حاضرا. أسمر الشاهقة الواقعة على ارتفاع أكثر من 2300 متر على سطح البحر حظيت باهتمام خاص من قبل المستعمر الإيطالي الذي اعتبرها روما الصغرى، ويظهر ذلك جليا في أنماط البناء وفي الأحياء والشوارع التي لا تزال تحتفظ بأسمائها ونسقها الإيطالي. ولا تزال الأسماء الإيطالية حاضرة في بعض الأحياء حتى الآن، كحي جازاباندا طليان، ترافيلو، والشارع الأشهر كومبشتاتو، وكذلك سوق الخضروات ماركاتو. فمنذ العام 1890 بداية اعتبار إريتريا مستعمرة إيطالية بدأت تتشكل خصوصية أسمرة بالنسبة للإيطاليين كمدينة أريد لها أن تشبه روما عاصمتهم الأم، وساهم في ذلك اعتدال طقسها وامتداد تضاريسها المحاطة بالجبال. لكن النقلة الكبرى في بناء أسمر الحديثة كانت في طراز آرت ديكو الذي اعتمده الإيطاليون في البناء، إذ شهدت بدايات القرن الماضي ثورة في التصميم المعماري اعتمدت على الطابع الاحتفالي الغني بترف التفاصيل. وكانت أسمرة محظوظة بأن أصبحت ساحة مفتوحة لإبداعات المصممين، حتى قيل إن الإيطاليين فعلوا في أسمرة ما لم يتمكنوا فعله في روما. ونظرا لكل ذلك بالإضافة إلى طقسها المعتدل طوال العام، كانت أسمرة قبلة للسياح والزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. ومنذ مطلع القرن العشرين ظلت أسمرة تستقطب الأثرياء والفنانين والنخب والحرفيين وعمال المصانع والمحلات التجارية من مختلف المناطق الإريترية ومن الأقاليم الإثيوبية المجاورة، ولا سيما إقليم تيغراي، فشكلت بذلك بوتقة انصهر فيها كل هؤلاء. كما أنشأ الإيطاليون حيا خاصا بهم بالمدينة لا يسمح لغير الإيطاليين الإقامة فيه ولا السير في شوارعه، إلا أنه وبعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية انتهى الفصل العنصري في المدينة، وصارت أحياء المدينة مفتوحة للجميع بما فيها حي الإيطاليين.
وفي مرحلة الحكم الفيدرالي والاحتلال الإثيوبي لم تشهد المدينة تطورا، بل تم نقل الكثير من المصانع والخدمات التي كانت فيها إلى إثيوبيا. ومع ذلك حافظت أسمرا على قدر معقول من الجمال والأناقة التي تميزت بها بالرغم من ضعف الاهتمام والعناية بها وبمرافقها ومبانيها المختلفة. ومن حظ أسمرا أيضا أنها ظلت بعيدة من تبعات الحروب، على خلاف معظم المدن الإريترية التي تعرضت للكثير من الدمار بفعل الحروب، وخاصة حرب الاستقلال الطويلة. وأسمرا التي كان هكذا حالها حتى في أحلك سنوات الاستعمار وحرب التحرير، تحولت اليوم في العهد الوطني المزعوم إلى مدينة خراب وأشباح، تملأ شوارعها وأزقتها الكلاب والحمير جنبا إلى جنب، وإنسانها يهيم على وجهه بحثا عن قطرة ماء، وأسواقها تعج بالحمير المحملة بالبضائع بدلا من أن كانت تعج بحركة المواطنين والسياح الأجانب، وبيوتها تبدو خاوية كأنها أطلال مدينة من قرون مضت. هل يعقل مدينة بهذا الماضي المشرق والحيوية والحضور والأناقة والجمال تتحول إلى آثار مدينة كانت هنا يوما ما؟ ينعق فيها البوم وتسكنها الحيوانات في عهد نظام تمخض عن ثورة شعب دفع ثمن استقلاله وحريته وكرامته دما غانيا. للأسف إسياس وعصابته حول مدينة أسمرا ليس إلى شبح مدينة، وإنما إلى أطلال مدينة من مدن القرون الوسطى. وإن دل هذا فإنما يدل على مدى حقد إسياس وعصابته، ليس تجاه الإنسان الإريتري فحسب، وإنما أيضا ضد كل ما هو جميل وحضاري وثقافي على الأرض الإريترية. وإلا كيف تتحول مدينة أسمرا برمزيتها التاريخية والسياسية وبماضيها المشرق إلى هذه الحالة المزرية والبؤس الظاهر في كل مناحي الحياة؟ إن موارد إريتريا وثرواتها بدل إنفاقها في الخدمات التنموية والبنى التحتية والصحية والتعليمية يتم تبديدها في تدمير إريتريا وإنسانها من خلال هدرها في العمليات العسكرية في الدول المجاورة وشراء السلاح وأجهزة القمع والترهيب والمخابرات المبثوثة بأنواعها المختلفة في داخل البلاد وفي دول الجوار والعالم. وما تدخل نظام أسمرا في الحرب الأهلية الإثيوبية إلى جانب الحكومة الفيدرالية ضد حكومة إقليم تيغراي، وفي حرب الحدود بين السودان وإثيوبيا إلى جانب الحكومة الإثيوبية وفق مصادر موثوقة عديدة، إلا تأكيدا مع سبق الإصرار على إرادة التدمير لدى نظام إسياس لمقدرات إريتريا المادية والبشرية. إن قوى التغيير عليها أن تدرك فداحة ما ألحقه النظام بإريتريا أرضا وشعبا، وبالتالي عظم المسؤولية الملقاة عليها، وفي مقدمة ذلك الإنسان الإريتري في الداخل الذي عاش كل هذه العقود متصالحا مع هذا الدمار الممنهج من قبل النظام، بل كان من أدواته بلا وعي في أحيان كثيرة، والذي يحتاج إلى إعادة صياغة تمكنه من التمييز والتفريق بين الواقع الذي يعيش فيه أسيرا في خدمة حاكم مستبد ومستقبل يقرر فيه بمحض إرادته الحرة خدمة مصالحه ومصالح بلاده. إن حجم الدمار والخراب الذي لحق بالعاصمة أسمرا
خاصة وبإريتريا عامة في ظل هذا النظام لم يلحق بها حتى في ظل الاستعمار الإثيوبي. ولذلك فإن نظام إسياس يشكل الخطر الأكبر على الإنسان والأرض والموروث الحضاري والتاريخي لإريتريا وعلى سيادتها الوطنية. صوت إريتريا الديمقراطية. صريت مسمع باله كابه بور أفريقيا عيني روات صبلاله ناي تفترو هبتي توعن زائرة عدد خهبتا بيني سلام ساي ينبع عيني تعدلي أنا بيني سلام ساي ينبع عيني أسمارة كتما صديق وعدلكي حديث ملكي كلهم هنساتاتكي من عاصنا لندرا نفارس مسلكي كابول لمبالسكي بملك عبدنا صريات وين اللوكي نحس ببعنا كبدكي وطائي مسيركي مسكانا مسلك تماتا نايكا دمالوكي صبوغ سينماتا تفاقدوك وين مقعزيا تاكسيتات
هكذا نصل بكم مستمعينا الأفاضل إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم. صوت إريتريا الديمقراطية.